السلام عليكم أبنائي وأحفادي. أنا ابن باديس، تحية من والشوق لقياكم، ولكم كل غال ونفيس. ذكرى يوم العلم اليوم سأكون معكم خير جليس. أنا عبد الحميد بن محمد المكي بن مصطفى بن باديس. ليلة الجمعة 11 ربيع الأول 1307 الهجري، الموافق ل4 ديسمبر 1889 للميلاد، في قسنطينة بلادي وأنس أحضاني بأسرة عريقة بتربية إسلامية. وكان والدي حريصا بالعلم والجهل بالمرصاد، والقرآن لي خير أنيس. بذلت جهدي وعلمي لأمتي واخترت التدريس. أحببت أن أكون مربيا ومصلحا على أن أكون مؤلفا وكاتبا للكواليس. أدركت أن الأمة في وضع لا يمكنها أن ترضى بالتدنيس. شغلنا بإعداد الرجال عن تأليف الكتب والقواميس. بعد محاولات لجمعيات باءت بالفشل، قامت جمعية علماء المسلمين ضد التدنيس. الدافع المثير وما قامت به فرنسا، تحديات سياسية واستفزازات دينية مكان التدنيس. بعد عقد اجتماع 72 عالما وطالبا بغية تحقيق الفكر والتخصيص، فشكلنا المكتب الإداري للجمعية. محمد الفتيل إبراهيم نائبا الرئيس. وافدني المنية الثلاثاء 8 ربيع الأول 1357 الهجري، الموافق ل16 أبريل 1940. ناشفة لكن روحي سيظل معكم يا أبناء باديس. فلتفخروا بجمعية علمية إسلامية جزائرية لكم جميعا دون تمييز. وشعارنا لم يزل: الإسلام ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر وطننا. حق البكاء ويا عيون إذ غاب عنا المصلحون، تشكي السماء رحيلهم يشدو على الأرض السكون. حق البكاء ويا عيون إذ غاب عنا المصلحون، تشكي السماء رحيلهم يشدو على الأرض السكون. هذا ابن باديس مضى وجرى له الدمع الهتون، واليوم نفقد عالما بحرا حوى كل الفنون. داع إلى الخيرات لا يثني شك أو ظنون، شيخ بشوش مشفق ملك النقاء لو تعلمون. حق البكاء ويا عيون إذ غاب عنا المصلحون، تشكي السماء رحيلهم يشدو على الأرض السكون. هذا سعيد درة سكنت بأوساط الكون، قد زين الأكوان بالآيات والنور المبين. تبكي روحي كلما قالوا بيد المجنون. ألف سواه سيبعثون، ألف سواه